السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناتي حكم وامثال منال. النهارده هنتكلم عن مثل جديد. المثل بيقول ما هي كوسه. مثلنا دوت هنتعرف امتى اتقال ومين اللي قاله، بيتقال امتى لحد دلوقتي. الحقيقه ان المثل ده اتقال زمان في وقت المماليك، لان كان زمان التجار بيجيبوا الخضروات من كل انحاء المحافظات ويدخلوا بيها للقاهره علشان يبيعوها. لكن إذا المغرب أذن عليهم والليل دخل، القاهرة كان ليها بوابات، والبوابات دي كان عليها حراس، والحراس بيقفلوا البوابات بالليل وما بيسمحوش بدخول أي حد إلا مين؟ إلا تاجر اللي بيبيع كوسة. التاجر دوت بيصرخ بأعلى صوته لو البوابة اتقفلت ويقول افتحوا البوابات، دي كوسة دي كوسة. فالحراس يفتحوا له البوابة وبس هو اللي يدخل، وبعد ما يدخل التجار الباقيين اللي بيفضلوا بره، لان الخضار اللي معاهم هو مش كوسه، بيقولوا ما هي كوسه. والحقيقه ان احنا من ساعتها بنستعمل المثل دوت، ولكن في مواقف تانية مختلفه بتدل على ان الموقف دوت فيه محسوبيه او فيه محاباه، يعني او فيه واسطه بمعنى اصح. يعني مثلا لو فرضنا ان في وظيفتين اتقدم ليها شخصين، شخص فيه كل مواصفات الوظيفة، شخص كفء ليها ومثالي، وشخص تاني ما يعني مواصفاته مش منطبقة عليه مواصفات الوظيفة، واتاخد اللي فيه أخذ الشخص اللي هو مش فيه المواصفات، فساعتها بنقول ما هي كوسة. مثل تاني برضو بنقوله أو مثال تاني بنقوله لما بيكون في طابور طويل واقف ونبص نلاقي حد تخطى كل الطابور ده وراح واقف في أول الصف وقضى مصلحته ومشي، فساعتها برضو بنقول ما هي كوسة. ومن ساعتها واحنا بنقول المثل دوت. وأرجو إذا عجبكم المثل لايك وشير واشتراك في القناة. كنت معاكم من قناتي حكم وأمثال منال، كل التحية ليكم، شكرا، وإلى اللقاء في مثل أو حكمة في المرة القادمة. السلام عليكم.